سهاد، انت عارف ليش الدكتور طلبني؟ ماشي، مالك قلق او معك عمل؟ انا ماشي والله، بس قدامنا اكثر من نص ساعه وهو لا خرج ولا بدأ. انا قصدي لما هو مشغول ولا يمكن قد رقد، انا عاد امشي لي واذا جاء قول له اننا قد مشيت. جلس. انا عادسي بالله نخلي الدكتور يجي لك البيت ساعة. عامل بتشتغل؟ مع الدكتور مالك يا زاهد؟ مردخاي، 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 اوه مردخاي، ماذا بك؟ مردخاي، لماذا اتيت بنا الى هنا؟ ها؟ لدينا مصالح، لدينا مشاغل، لدينا اعمال، مردخاي. اوه دي فين؟ مردخاي، ماذا تريد؟ مردخاي، ماذا فعلت بشأن اليمن؟ اليمن. انظري، جمجمة، أكيد جمجمة، وهذا عقل، دماغ، هذا دماغ يمنيين. أنا لابد أن أسيطر على العقل اليمني وأتلف العقل اليمني من أجل أسيطر على كل العقول اليمنية. مردخاي، كيف تسيطري على عقول يمنية؟ كيف أسيطر على عقول يمنية؟ كمية كبيرة من المخدرات والحشيش ندخلها إلى كل أرجاء اليمن. كل شباب اليمن يتعاطوا مخدرات من أجل السيطرة على كل العقول اليمنية. برافو. مردخاي، وكيف تدخلي مخدرات لليمن؟ عبر السعودية. سعودية. سم طال عمرك. اسمعي، أنت لازم ما تنفذي هذه المهمة بحذافيرها، مفهوم؟ أريد منك أن تدخلي كمية من المخدرات إلى كل أرجاء اليمن من أجل نسيطر على العقول اليمنيين يكونوا في أيدينا، مفهوم سعودية؟ أنت لازم ما تتواصلي بأتباعك اللي في اليمن وأعوانك من شان تدخلوا الكمية الكبيرة من المخدرات إلى كل أرجاء اليمن، مفهوم؟ مفهوم طال عمرك. مشان مصلحتك سعودية ومصلحتنا. حاضر، ابشر طال عمرك. انا كان نفسي من زمان اشفي غليلي من هؤلاء اليمنيين وانتقم منهم واحد الحين. الو، اسمع يا دخ، انا ابغى اكلفك بمهمه لكن خايف انك تفشلني. فانا يدكم هنا ولا كيف؟ اعرف انك يد اليمين في اليمن، بس هذه المهمه يبغى لها شجاعه، يبغى لها قلب، يبغى لها حذر، يبغى لها حرص، فهمت؟ يعني المهام الذي نفذتها لكم طول هذه الفترة هل قد خذلتكم فيها؟ خلاص اسمع، انا برسل لك شحنه كبيره من المخدرات والحشيش، وابغى هذه الشحنه تتوزع في كل ارجاء اليمن. ابغى الشباب اليمني والعقول اليمنيه تضيع عقولهم، تتوه، ما يعرفوا يركزوا ولا يعرفوا يستوعبوا ولا يعرفوا يسيطروا على شيء. نبغى نحن نسيطر عليهم، فهمت؟ أكيد. اسمع، ما ابغى اي واحد يعرف ان لي علاقه بهذه الشحنه، فهمت؟ وانا بوصل لك هذه الشحنه من مكان محدد، وانت عليك تدخلها بمعرفتك لداخل اليمن. حلو؟ اطمن.
مالك إلا يدخلين. في أمان الله. سلام. تمت العملية بنجاح. احنا لازم نتلف عقول اليمنيين ونسيطر عليها. أخبارك يا طارق؟ والله الحمد لله تمام يا دكتور. أنت عارف ليش دعيتك الليلة؟ ماشي والله، خير إن شاء الله. كل خير. نشتي نوسع النشاط، نشتغل على كبير. أنت أمر يا دكتور وإحنا ننفذ مالك. يعني قصدك نفعل معهد جنب المعهد ولا كيف؟ لا 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 لا، سيبك من المعاهد. المعاهد هذه ما بتاكلش عيش. نوسع النشاط ونوسع الأمل في فئة الشباب، مش الشباب. الشباب مبسوطين يا دكتور، كل الذي أمرت به بنوفر لهم بالحرف الواحد. مش كل شيء، باقي الكيف. ما افتهم ليش يا دكتور. طارق، الدكتور ما يعجبش هالإنسان الغبي. خليك فهي وافهم ما يشتي ولا تقاطعش الدكتور. سعد الهداوة. طارق حساس، بنهرب حشيش على سب الشباب كيف. حشيش؟ لا 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 يا دكتور، صدق أنا ما نسمعك في هذا الخبر. من أنت عاصم تقعد معي ولا مش معي؟ أنا ما اديتكش أنا آخذ رأيك، اديتك أنا تنفذه بس. بس كيف خرجتني عن طوري؟ شوف يا طارق، أنا اخترتك لهذا المهمة ولهذا العمل لأنك عزيز علي ولأنك أحسن واحد من رجالي وعمرك ما خذلتني، وبعدها أنا الشيء أنفعك ليها عجز هكذا أشي لك مستقبل أفضل. بس يا دكتور احنا بالعمل هذا عن نخرب عقول الشباب وبعدين هذا حرام. ما دخلك من الشباب، وبعدها بضاعتنا تدخل مثل بضاعة أي تاجر وعنوفرها في السوق واللي يشتري يشتري. أهلا وسهلا، مع رخصهم مش غصب. اسمع يا دكتور، الله يبارك فيك، أنا أعزك وأحترمك وأقدرك. خليني على المعاهد واطلع، وهذا الموضوع يعفيني منه الصدق. براحتك، ما اضغطش عليك، وانت داري اني عمري ما ضغطت عليك. لكن شوف، انت اخي، اتمنى انه اللي حصل بيننا الان ما يخرج. على فكرة، مقاطع الفيديو وانت في المعهد هذا موجود معي، احتفظت لي بنسخة عشان اتذكرك. يا دكتور أنت قلت إن أنت أخي وأنا أخوك، بين أعتبرك أخي الكبير، وأنت تهمك مصلحتي وأنا بعدك، فعلى لي الشيء. لا تقلق، هذا الموضوع خلاه علي، وضاعتنا على تدخل في السبيل ولا عليكم أي خطورة. لكن الحرص مطلوب في هذا العمل، لأنه أي غلط فيه يا أما إنه مؤبد يا أما ايوه اسمعك. انت متاكد ان هذا الكلام من اي محافظه بيتحرك؟ لا واضح. تحياتي لك.
حسب المعلومات الذي وصلتنا من القيادة فإن الهدف بيتحرك الليلة. يتم متابعة الهدف معلوماتيا، لو ما يوصل المكان المعلوم يتم ضبطه. مفهوم؟ طارق، حملت بضاعة؟ حلو، خلاص تواصل من الطريق اللي كلمتك بها، وانتبه هالحرص. ما لك علاقة، أنا قبل الفجر مراعي لكم أمام المخزن. سلام. ذا الحين يعني أبغى أشارك